السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. اليوم في هذا الفيديو غادي نحضر معكم بيتزا سهله ومبسطه واقتصاديه. اول حاجه غادي نحتاج هي 2 كؤوس من الماء دافئ مع كأس من سميد فينو وملعقه صغيره من خميره الخبز والقليل من الملح حسب الذوق. وهنايا عندي ملعقه كبيره من السكر، وهنا 2 معالق من زيت الزيتون والدقيق حسب الخليط. في إناء غادي نوضع 2 كؤوس من الماء، السكر، خميرة وزيت الزيتون، 2 معالق كبار. خلط كلشي صافي. دابا نزيد السميد، نزيد الملح، صافي. دابا بين خلطتهم غادي نزيد دقيق حسب الخليط. صافي نبقى نزيد الدقيق بالتدريج حتى تجمع لي العجين. هنا بعد ما كملت العجين خدات ليا 4 كؤوس من الدقيق وكأس من سميد الفينو. في اناء اخر غادي ندهنو بزيت الزيتون ونوضع فيه العجين ديالي ونخليه يختمر. صافي هذا هو العجين ديالي. نوضع ليه القليل من زيت الزيتون ونخليه يختمر تقريبا نصف ساعه. قد ما خليتيه يخمر مزيان قد ما كانت النتيجه افضل. غطيه بلاستيك بدائي ونخليه يرتاح ونمشيو نحضروا صلصه بيتزا. ودابا غندوزو باش نحضروا صلصه بيتزا. اول حاجه غادي نحتاج حبتين من الطماطم اللي قطعتهم على هذا الشكل، وملعقه صغيره من الزعتر، ونصف ملعقه صغيره من الابزار، ونصف ملعقه من الملح، وملعقتين من زيت الزيتون، والقليل من اعشاب منسمه. غادي نوضع زيت الزيتون الابزار والملحه والزعتر. قليل من الاعشاب المنسمه. صافي غنوضع كلشي فوق النار حتى يطيب ونرجع معكم. صافي دابا بعد ما طابت ليا الصلصه ديال الطماطم غادي نطحنها في الهاشوار بكلشي ليها وغادي نرجع معكم. دابا بعد ما طحنت كلشي غادي نزيد عليها صلصه الطماطم معلبه وقليل من زيت الزيتون. صافي ونرجع نوضعها شويه فوق النار طيب ونرجع معكم. هنا بعد ما خمرت لي العجين تطلع بحال هكا، تنجمع الاصابع ديال اليد ما تندلكهاش غير تنجمع. بعد ما سرحتها فوق سطح العمل
غادي نقسمها على 4 باش تشوفوا معايا. صافي هنا بعد ما شكلت كويرات غادي نخليها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق ونرجع معاكم. دابا بعد ما خمرات لي العجين عندي مقلاة اللي دهنتها بالزيت هي اللي غادي نوضع فيها العجين. قلت ندي قليل من الزيت صافي ونكرسها بهذه الطريقه. رققها من الوسط ومن هنايا في الجوانب نضغط باصابع ديالي. صافي غادي ندير الصلصه الطماطم تقريبا ملعقه كبيره. صافي الحشو تيبقى اختياري. انا عندي فلفله حمراء وبصله اللي شحرتهم مع القليل من اعشاب منسمه. عندي زيتون اسود والثوم. عندي هنا فرماج محكوك صافي. صافي هنايا بعد ما ساليت غناخذ غطاء غادي نغطيها ونديرها فوق النار حتى طيب، عاد ندخلها الفران حتى طيب من الاسفل باش تاخذ لينا واحد اللون ذهبي من تحت. عاد ندخلها للفران طيب غير من الفوق 5 دقائق ونحيدها. صافي بعد ما طابت ليا من الاسفل هانتوما كتشوفوا تحمرات غادي نهبطها لتحت تحمر في الفران. كان هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديال اليوم. انا درت وحده بالطون وثلاثه اللي بقاو لي درتهم بالدجاج. المهم الحشو تيبقى اختياري، تنصحكم تجربوها واللي عجبته الوصفه يخلي لي جيم وابوني الصفحه ديالي على اليوتيوب وما تنساوش تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله.